السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. أحلى حاجة في اسطنبول إن فيها بحر، وأنا اكتشفت أنا ليه لما بنزل القاهرة ببقى مخنوق شوية. اكتشفت إن أنا ما بحبش المدن اللي ما فيهاش سواحل. أنا في القاهرة غالبا لما بنزل ما بخرجش، ما بروحش في حتة، آخري القهوة، أقعد مع أصحابي شوية وأطلع. لكن لما زمان لما كنا نروح نصيف مع عيلتنا مثلا في مرسى مطروح، لو رحت رحلة مع الجامعة اسكندرية، ببقى مبسوط عشان بس اقعد جنب البحر، مش عايز اي حاجه تانية. فبصراحه المدن الساحليه ليها طابع خاص وليها يعني جو مختلف، وانك بس تنزل تقعد جنب البحر دي حاجه مختلفه تماما، وبالذات بقى لو انت في اسطنبول. خليكم معانا عشان النهارده نازلين، مش هنعمل اي حاجه بس عشان نقعد جنب البحر، بس عشان نركب مركب كده ونلف في ناخد جوله كده بالبحر، نروح منطقه تانية. فنخليكم تشوفوا جو اسطنبول، جمال اسطنبول وبحر اسطنبول. خلينا نتمشى دلوقتي، رايحين العبارة، رايحين نركب العبارة عشان نروح منطقة اسكودار، ودي من أكتر المناطق اللي أنا بحبها في اسطنبول. بحب أروحها دايما، أقعد جنب البحر بس، وهي منطقة كويسة جدا، ونفسي إن أنا أسكن فيها في يوم من الأيام. وإن شاء الله نقدر نحقق الموضوع ده لأنها غالية جدا، بس خلينا نشوف. وصلنا دلوقتي للمحطة عشان نركب ونروح اسكودار. عدينا دلوقتي من المكان، خلاص السفينة بدأت تتحرك، فهتوريكم شوية أجواء. الرحلة دي بالدنيا كلها، بعمري كله أنا ممكن أسيب أي حاجة وأركب بس كده رحلة في البحر من منطقة لمنطقة عشان شوية الهوا دول وشوية المناظر اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. خليكم معانا. Mahir bekle bizi. Değerli yolcularımız, vapur sistemi yanaşırken lütfen halat malarına girmeyin. İnişleri yaratıcı kaybol travması üzerinden yapılır ve dikkatli olun. Yolculuk süresinde çocukların
koltuklara ayırmayınız. Can yelekleriniz koltukların altında ve can yeleği dolaplarındadır. Lütfen çevremizin ve denizlerimizin temizliğine özen gösterin ve çok derinliğinizi atmayın. Ayrıca geminiz kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatın. Yolculuklar dileriz. Dear passengers, please do not enter the walkway area while the ship is approaching the pier. Make sure to disembark from the passenger rails and be careful. Do not leave your children with you during the travel. Life jackets are under the seats and in the life jacket lockers. Please take care of the cleanliness of our environment and seas and do not throw your garbage into the sea. We would like to remind you that smoking is prohibited in indoor and outdoor areas of the vessel, and we wish you a safe trip. Değerli yolcularımız, ilgili kargo töreğinde geminiz kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatın. Çünkü öyle. Baksana burası kesmiyor. وصلنا آخر محطة اسكندر. Seferlerimi istemiyordur. Aha. الناس واقفة اهي تصطاد سمك. بالنسبة لي بصراحة اسكندر من أحلى المناطق في اسطنبول. Havalimanında çekiyor ya, çok geç kaldı. وزي ما بدأنا الفلوج من جنب البحر هننهيه برضه من جنب البحر. وخليك فاكر ان المدن الساحلية قادرة تغير مودك 180 درجة. بس كونه دايما جنب البحر، هوا البحر، روح البحر، انك تقعد بس كده جنب البحر ما تعملش اي حاجة لمجرد انك تقعد وخلاص، تشوفه، تشكيله همك، تشغل اغاني تسمعها، تكلم حد في التليفون حتى، دي بالدنيا كلها بصراحة من وجهة نظري يعني. فلازم تجربوا يعني. الناس
اللي عايشه في المدن الساحليه في مصر يا بختها. الناس اللي عايشه في شقق على النيل في مصر يعني نص نص تمام، شغال النيل برضه. ولكن من وجهه نظري المدن المقفوله خالص اللي ما فيهاش قعدات زي دي بصراحه كئيبه بالنسبه لي يعني. وانا جربت هنا وهنا فلا، البحر انك تقعد في مكان فيه او مدينه ساحليه حاجه تانية خالص. لازم تجربوها، ولازم تيجوا اسطنبول هنا تجربوا الرحله البحريه دي. يعني عايز اقول لكم دي كمان مش رحله، ده مواصله، انت من منطقه لمنطقه، مواصله عاديه جدا. ممكن تستخدمها في حياتك اليوميه عادي كل يوم، مفيش مشكله. لو انت ساكن في اسكندر وشغلك الناحيه الثانيه، اسكندر هنا في الاسيوي وشغلك الناحيه الثانيه في الاوروبي، فبدل ما تاخدها مترو مثلا جالك مزاج تركب العباره وتروح بالبحر عادي، مواصله عاديه زيها زي اي حاجه. وبصراحه من اجمل الحاجات اللي لازم تجربوها. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.